أسرار الفتة والكوارع والممبار على أصولها. طبعا الممبار أنا بجيبه متنضف من عند الجزار وزي القشطة، بس طبعا لازم نغسله غسلة حلوة ونقلبه على الوش التاني. قبل ما أقلبه لازم أغسله غسلة حلوة على الوش الأولاني، وأنقعه في مية ودقيق وجنزبيل وشوية ملح، وبنقعه ليلة كاملة أو يوم كامل، وليمون طبعا. بنقعه كده على الوش الأولاني يوم كامل أو ليلة كاملة على الأقل. بعد كده بطلعه وبقصقصه بقى، وبعد كده بقلبه على الوش التاني. يعني كل وش بيقعد قد ايه بعد ما بغسله غسلة حلوة بنقعه في المحلول ده ليلة او يوم كامل. انا بنقعه عن نفسي يوم كامل، مش ليلة بس، يعني يوم كامل. يعني لو نقعته النهاردة في التلاجة طبعا، بالليل تاني يوم بالليل بروح قلباه بقى وغسله الوش التاني ونقعه في نفس المحلول يوم كمان، علشان اضمن ان الممبار يتغسل غسلة حلوة قوي قوي قوي، وتاكلي كده وانتي نفسك كده مفتوحة. انا بطأت هنا الفيديو عشان اوريكم انا بقلبه ازاي. انا اسهل طريقة عندي ان انا بقصه وبعد كده بقلبه. بصوا بمنتهى السهولة بيتقلب معايا بمنتهى السهولة بعد ما بيتقص. ما بحبش اقلبه وهو كده طويل، وهو مقصوص كده بيبقى سهل جدا جدا في القلب زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بمنتهى السهولة. انا صراحة كده هي دي الطريقة اللي بتريحني ودايما بعملها كده. خلاص هعمل نفس الحكاية. غسلته كويس جدا ودعكته كده بدقيق، وبعد ما بغسله بنقعه بقى في المحلول اللي انا قلت لكم عليه، مية ودقيق وليمون وملح وجنزبيل، وهدخله برضو التلاجة يقعد يوم كمان. هنا بقى جبت الكوارع زي ما انتوا شايفين زي القشطة من عند الجزار، غسلتها برضو غسلة حلوة قوي، وبعد كده هنقعها في نفس المحلول برضو يوم كامل، اللي هو الملح والليمون والجنزبيل والدقيق. طلعتها بقى بعد كده يوم كامل ما قعدت في التلاجة في المحلول ده. غسلتها بقى غسلة حلوة كمان تحت المية، وحطيتها كده في مصفى، وبرضو اديت شطفة حلوة للممبار وحطيته في مصفى عشان يتصفى. هنا بقى جبت اللحمة بتاعتي، انا طبعا بغسلش اللحمة ولكن بنقعها في لبن في العادة، يعني بنقعها في لبن كده شوية، وبعد كده بصفيها، وبعد كده ببتدي ان انا احطها في المصفى كده علشان ابتدي ان انا اشوح. هنا بقى حطيت حلتين فيهم سمنة بلدي وشوية زيت، وابتديت هنا ان انا اشوح الكوارع وكمان اشوح اللحمة. ما بحطش ابدا الحاجة في مية على طول، لازم اشوحها زي ما انتوا شايفين كده، سواء الكوارع او اللحمة. لازم بصوا شايفين اللحمة واخدة لون كده حلو مكرمل جميل جدا. تاخدي بقى احلى شوربة من الحاجة المتشوحة دي. بعد بقى ما بشوحهم كده بحط عليهم بقى المية المغلية، حط عليهم بصل وجزر وملح وتوابل مشكلة من اللي انا بعملها وفلفل. عندك بقى ورق لورا وحبهان حطي، ما عندكيش خلاص. انا عن نفسي مش كل مرة بحط، ساعات بيبقى عندي وساعات ما بيبقاش عندي عادي يعني. تمام. هنا بقى ابتديت ان انا اعمل الصلصة. عندي صلصة هنا كتير، عملتها بالهاند بلندر، وحطيت عليها البهارات المشكلة بتاعتي، وحطيت عليها شوية زعتر، وحطيت عليها كمان الملح وشوية سكر عشان الحموضة، وحطيتها بقى تتصلص هنا بعد ما عملتها. وهنا كنت بعمل بصل اللي احطها عليه لان طبعا هي ما فيهاش بصل، فحطيت عملت بصل كده كمية كبيرة في سمنة بلدي ورحت حطيته عليها. الصلصة دي بقى اللي هاخد منها للمحشي، وهاخد منها كمان للدقة بتاعة الفتة. هنا بقى كنت بحضر للدقة بتاعة الفتة، حطيت توم كتير كده زي ما انتوا شايفين وفي سمنة بلدي وبشوحه. وهنا قلت بقى اقطع الخضرة كده عقبال ما الصلصة كده تتسبك كويس، ووطيت طبعا على التوم. هنا بقى طشيت التوم بنص ازازة من الخل، وحطيته بقى يتشوح برضو تاني كده. وجبت هنا الرز بقى اللي هعمل منه الممبار، حطيت عليه، خدت بقى شوية صلصة كده من اللي انا عاملاهم الحلوين دول. وبحب كده ان صلصة الممبار او صلصة الكرنب احط عليها شوية نعناع. عملت هنا الخلطة اللي هحشي بيها بقى الممبار، وهنا حطيت بقى صلصة على الثوم، ودي الصلصة اللي هي بتاعت الدقة بتاعت الفتة.
وهنا بقى كنت بشوف الكوارع قسمتها على حلتين عشان تاخد راحتها في السوى. هنا بقى كنت بحشي الممبار. في ناس كتير بتقولي ان هي ما بتعرفش تحشي الممبار. هبطئ لكم الفيديو اهو عشان اوريكم. انا بمسك بصباعيني اللي انا هوريهولكوا دول، بمسك بيهم طرف الممبار وبقلبه كده علشان يبقى سهل عليا، وبشد صباعيني كده ابعدهم عن بعض عشان ابقى متحكمة في الممبار اللي انا ماسكاه. وبالايد التانية بروح حاشية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى السهولة اهو، زي ما انتوا شايفين. ما بتفلتش من ايدي ابدا، لان زي ما بقول لكم بحط الممبار في صباعيني دول واقلبهم وابعدهم عن بعض عشان ابقى متحكمة فيه. وبعمل بقى الكمية كلها كده. واهم حاجة ان انتي ما تحشيش الممبراية قوي عشان ما تفرقعش منك ويبوظ منك والرز يخرج في الشوربة. وكمان تخلي اخر الطرفين مفهومش رز، عشان اول ما تحطيهم في المية يقفلوا على بعض. تاني حاجة بقى وتاني سر عشان الممبار يطلع تحفة معاكي، لازم المية تبقى بتغلي زي ما انتوا شفتوا كده. النار تبقى عالية جدا، والمية او الشوربة دي شوربة زي شوربة اللحمة كده. تحطي فيها الحاجات اللي بتحطيها عشان تعملي شوربة اللحم. لازم تحطيه، بصوا، اول ما تحطيه وهي المية مغلية كده هيلف على بعضه ويقفل. لو المية مش مغلية الرز هينزل، لانه مش هيقفل اول ما يتحط، فالرز هينزل منه وتلاقي الممبارة دي عبارة عن جلدة صغيرة، وكده هيبقى الممبار باظ خلاص، مش تعرفي بقى تعمليه تاني. فالاسرار دي من اسرار نجاح الممبار. خلاص كده احنا سلقناه طلعناه بقى، حطيناه في مصفى عشان ما يعجنش على بعضه. وبعد كده ابتديت بقى لما هدي شوية ابتديت ان انا اقليه في الزيت. زي ما انتوا شايفين بقى طلعتوا اللون الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطلعوا بقى شوية ممبار يا جماعة تحفة بألف هنا وشفا طبعا. بجد بجد تحفة. اعملوه بالطريقة دي وما تنسوش حبة النعناع اللي بيتحطوا، بجد هينقلوا الممبار في حتة تانية خالص. هنا بقى كنت بعمل الرز بتاع الفتة، ودي صلصة الفتة بقى طعمها تحفة طبعا. حطيت بقى الرز الابيض ده شوحته في سمنة بلدي كده وشوية زيت، وحطيت بقى المية عليه، وحطيت بقى البهارات بتاعتي. انا ما بحطش على الرز سواء بشعرية او سواء ابيض الا شوية فلفل وشوية ملح. ولو عندي شوربة بحط شوية مكان المية، يعني بكمل بيهم المية، او بحط مرقة وانا بستعمل مرقة لأضيق الحدود. هنا بقى كان كل حاجة خلاص خلصت. انا ما بحبش احط الفتة كده في صينية كبيرة، بحب كده اغرف لكل واحد في طبق. بحط الاول العيش وبحط عليه الصلصة الحلوة اللي احنا عاملينها، وبعد كده بحط الرز واحط بعد كده اللحمة، وبروح حاطة كده شوية صلصة من فوق، وبألف هنا وشفا. تحفة تحفة. ودي كانت اسرار وصفات العيد. الكوارع شايفين دايبة ازاي، والشوربة بتاعتها خطيرة خطيرة يا جماعة. تحفة تحفة جدا. بألف هنا وشفا. جربوها بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وباي باي.